أنا دكتورة رودانيا، تخصصي الفاشن ديزاين. أول ما بدأت كنت وأنا صغيرة كنت ببدأ أخد الورق كده الصغير وأبدأ أعمل قص ولزق، فبابا وماما اكتشفوا ده فيا إن أنا عندي حتة الماتشنج بتاعت الديزاينز، إن أنا أعمل دريسز بالورق وبالقص واللزق. من هنا بعد الثانويه العامه اخترت فنون تطبيقيه، وكنت سعيده جدا جدا، كان اختيار موفق جدا وعمري في حياتي ما هندم عليه. وبدات ادرس فيها الفاشن، وبدات ادرس فيها التكنولوجي وايه علاقته بالفاشن ديزاين، وبدات اركز جدا جدا على علاقه الفاشن ديزاين بالتراث، لان احنا في فنون تطبيقيه بندرس مواد عامه، والمواد دي فادتني جدا. بعد ما بقيت دكتوره في الجامعه ركزت جدا ان انا اركز مع الولاد على شقين. الشق الاول ان انا اعلمهم يعني ايه تكنولوجي وسمارت تكنولوجي وسمارت فابريكس، وازاي يعصروا التكنولوجي بتاع العالم دلوقتي، وبرضو ندمجه بشكل اسلامي وبشكل تراثي بشكل حضاري له علاقه بالشغل المصري. وده كان هيساعدهم كتير جدا ان هم يختلفوا عن الاخرين ويطلعوا مهيئين ان هم يقودوا المجتمع لانتاج ويعملوا خطوط انتاج كبيره في المجتمع. بدأنا نشتغل ازاي ندمج ما بين الاشكال التراثيه الاسلاميه، مش بس تطريز لان التطريز مكلف جدا، ندخل كمان على الطباعه. بدأنا نستلهم ونشتغل ازاي على بالتكنولوجي او الفوتوشوب، الكورل درو، برامج التكنولوجي، وبدأنا نطلع منها ديزاينز مختلفه، وبناخد التيمات الاسلاميه او الفرعونيه او ايا كان مصدر الالهام اللي احنا بدأنا نشتغل عليه، ونطلع منه افكار مختلفه، وبعد كده بنطبعه، وبعد كده بندخله مرحله التشغيل. من اللاينز اللي احنا بنشتغل عليها او اللي انا بشتغل عليها الكفتان. الكفتان عصري ومختلف، وفي نفس الوقت كل الستات بتحب تلبسه وكل البنات بتحب تلبسه، وهو ترندي جدا. انا لما فكرت ان انا ادمج معاه التراث زي ما قلنا، فبدات اشتغل عليه از ديزاينز اسلاميه، اخد الموتيفز الاسلاميه والفرعونيه والقبطيه ايا كان الاتجاه اللي انا شغاله عليه. يعني انا هنا شغاله دلوقتي على القفطان مثلا من فلسطين، والقفطان الفلسطيني والديزاينز الفلسطينيه والموتيفز الفلسطينيه، وفي نفس الوقت دخلت الموتيفز الاسلاميه والالوان الاسلاميه اللي ليها علاقه بالاحمر والاخضر والاصفر، الحاجات الصريحه اهي. وهنا في الاخر فكرت ان انا ادخل الباك جراوند يبقى افريقي. بعد ما بنختار الخامات بتاعتنا بنبدا نوديها للمطبعه، ونبدا نبعت الديزاينز معموله بسكيل معين، دي علاقه بحاجات كبيره قوي وكتيره قوي زي الباترون ومقاسات الباترون والنسب بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها. وبعد كده بيجي لنا الطبعات زي دي مثلا، بنبدا مرحله الفرد، وبنبدا نفردها دلوقتي على البنك بتاعنا، ونبدا مرحله القص بعد مراحل الفرد بتاعتنا. بنفرد بطريقه زي ماس برودكشن. طبعا هو الاعداد هنا دلوقتي مش ماس برودكشن ممكن نوصل ل 10000 حته، يعني مثلا بنتكلم في ممكن مثلا 1000 فرشه، 1000 لاير. وطبعا تقنيه القص بتختلف، الطبقات القليله عن الطبقات الكتير. وهنا احنا شغالين لاين معين كله رسومات مختلفه، بس في نفس الوقت نفس الباترون اللي هو القفطان بتاعنا اللي احنا شغالين. فبنعمل فرايتي كبيره جدا من الديزاينز، وفي نفس الوقت بنسهل عمليه الانتاج بتاعتنا، وبنشغل القطعه الملبسيه مره واحده. فبيقدر العامل او الشغال او الخياط يطلع اكبر قدر ممكن من الانتاج، وفي نفس الوقت تصميمات مختلفه وملفته للانتباه. نيجي هنا مثلا للديزاين ده،
انا دمجت كذا حاجه ترندي وحاجات في نفس الوقت اشكال هندسيه ليها علاقه بالفن الافريقي والفن الاسلامي متداخلين. من تحت هي يمكن مش باينه، هي يا دوبك خطوط وهميه، وفوق انا بدات اشتغل على الاشكال الترندي او الالوان الترندي زي الاخضر والورود، وده دمجت ده مع بعض. وبصوا خطوط الليفز يعني اوراق الشجر، اهي اوراق الشجر عملناها بطريقه مختلفه وفصلناها بطريقه ما تبانش. كل ده عمل ماتشنج مع جبنا عملنا ديزاين لعقد ترندي ومختلف وملفت للانتباه وعملنا بيه الكفتان. مراحل الفرد دلوقتي بقت متطوره جدا، يمكن احنا عشان دلوقتي بنعمل اعداد اقل. مراحل الفرد ليها مكن دلوقتي بيفرد على طول 10 متر، البنك ممكن يوصل ل 10 متر، ففي مكن بيشتغل بقى في عامل او حاجه هو اللي بيحرك بس المكنه. نيجي هنا للديزاين ده مثلا، ده انا دخلت حاجتين. طبعا الفنان الكبير لوحه من لوحاته حسين بيكار، الفنان الكبير، الفنان التشكيلي الكبير، كان راسم اللوحه دي فلاحه وواحد بمزمار بلدي وطبال. انا بدات طبعا ده احياء لذكرى الفنان الكبير، وفي نفس الوقت بدات احط التاتش ان هي تبقى افصل الوان عشان الموضوع يبقى مختلف وترندي واوت اوف ذا بوكس ومختلف عن اللوحه الاصليه. وفي نفس الوقت بعد كده دخلت الحروف العربيه علشان تعبر عن الفن العربي ومع فن النوبه والرقص الفنانه او الراقصه النوبيه. بعد مرحله الفرد لما بنفرد بطريقه معينه ويبقوا في كل الطبقات فوق بعضها ومظبوطه، بنبدا نحط الباترون بتاعنا. ده الشغل ده لو احنا بنشتغل يدوي بايدينا ان احنا نحط الباترون بتاعنا، طبعا ده اعداد كبيره لا بيدخل على كمبيوتر وبنعمل على برامج تكنولوجي وبنعمل مرحله التعشيق، بس احنا مش محتاجين ده لان احنا بنعمل قطع يونيك. القطع دي اللي احنا هنشتغلها دلوقتي دي فري سايز، مقاس كبير بيساعي وزن كبير. ممكن اي ليدي من اول 50 كيلو لاكتر من 150 كيلو تبقى اليجنت فيه، فالباترون بتاعه بسيط جدا. هنبدا بعد ما عملنا الديزاين وبعد كده طبعناه ودخل في مرحله الفرد والقص، بيبدا يدخل على المكن ونبدا نخيطه. بنبدا نخيط البارتس مع بعض بطريقه بروفيشنال. طبعا احنا عارفين ايه الظهر والصدر والحاجه اسمها سجاف والمراحل كلها، وبنبدا نخيطه عشان بعد كده يدخل على مرحله الكي.